السلام عليكم خوتي المغاربه. انا جيت اليوم باش نعاود لكم واحد القصه اللي وقعت ليا، واحد المسلسل ديال واحد السياره مشؤومه شريتها من هنا من مدينه الجديده من عند واحد السمسار راه معروف. جاب لي هاد السياره هادي ومعيا يشكر ليا. هاد السياره راه مزيانه، راه ناضيه، راه مولاها كان يصايبها في لاميزو، راه ما تحتاجش تقلبها وانا كنثق فيه لانني كنعرفو مزيان. جاب لي هاد السياره وهمني على انها مزيانه وفي حاله جيده وعيا يشكر ليا وانا ثقت فيه. وجا هو مولاها، تفاهمنا على المبلغ ديال 15 مليون. مشينا قضينا الغرض، من بعد 4 ايام ولا 5 ايام كنتجه بها الى مدينه الدار البيضاء. تميت غادي في لوطوروت، وصلت لحد السوالم تفرقع ليا الموتور. ملي تفرقع ليا الموتور انا كنت عامل غير مع هذا السمسار، هو اللي كنثيق فيه، السيد ديال مول الطوموبيل راه ما كنعرفوش. عيطت للسمسار قلت لي اخويا هاد الطوموبيل راه وقع لي فيها واحد العطب، ما عرفتوش انا ديك الساعات واش الموتور شد الزيت وداك الشيء. قال لي ودي راه كانت كتصايب عند واحد الميكانيسيان معروف حتى هو في جديده كيصايب هاد النوع ديال المرسيدس، من نوع مرسيدس، هي السياره من نوع مرسيدس كاريه اللي كيقولوا لها مرسيدس سي 220 204. مشيت عند هاد الميكانيسيان، ملي مشيت عنده حل الطوموبيل يلاه شافها، قال لي ودي الطوموبيل راه خاصها موتور. قلت له المعلم باش عرفتي الطوموبيل خاصها موتور؟ قال لي ودي الطوموبيل راه كانت كتصايب عندي وراني عارفها وكنعرف مولاها مزيان، ومولاها راه كان عا كيبريكولي فيها، انت علاش شريتيها؟ قلت له ودي انا راه جابها لي واحد السيد كنعرفو معرفه وهادي. قال لي ودي السياره راه فيها مشاكل. قلت لي الموتور ديالها شحال كيدير؟ قال لي ودي الموتور ديالها راه ديال 50,000 درهم، مبلغ ديال 5 المليون. مشيت عندهم قلت لهم اودي راه خاصكم تعاونوا معايا في هذا الموتور، نتوما كنتو كتبريكوليو في الطوموبيل، تعاونوا معايا. كنتواجه من طرف السمسار بالرفض، بانه كيقول لي انت وانت يا مالك وانت جات فيك الدقه وانت يا واش انت حريفي ولا ماشي حريفي، واش الطوموبيل انت شريتيها وتكولات لك باغي ترجع عند مولاها، مولاها راه ما كاينش، مولاها مسافر، مولاها هنا ما هنا. قلت له ودي تعديني عند السيد، وإلا قال لي ما نعاونكش ما عنديش مشكل، ما بغاش حتى يديني عنده. وانا ديك النهاريات شريت كليوكات وتفرقع عليا الموتور وصايبت. قلت له ديك كليوكات الموتور ديالها راه ديال غير 7000 درهم 8000 درهم، اما مرسيدس راه الموتور ديالها كيدير 50,000 درهم. انا هاد السيد راه ما طلبت منه والو، طلبت فيه غير باش يعاونني. المهم هاد الناس قلبوا عليا وجاهم، وشت صفه اخرى وشت وجه اخر. من النوبه الاولى كان كيقول لك اودي راه كلشي على حسابنا وحنا ضامنين لك هاد الشيء، من بعد ولات هضره اخرى ولا كلام اخر وتقلبوا عليا. السياره بقات واقفه عده شهور. ناض واحد الصديق ديالي قال لي ودي واش هاد الطوموبيل غتبقى واقفه؟ بيعها. جا واحد السيد تفاهم معاه ب 90,000 درهم، مبلغ ديال 9 الملايين، باع عليه، دا السياره السيد صلحها حتى هو بغى يبيعها. مشى تيرا الوراق لقى بان عليها حجز ديال 55,000 درهم. جا عندي، مشينا عند هاد السيد اللي عنده صاكه في النجد، قلنا له يا ودي الموتور ما بغيتيش تعاون معنا فيه، شغلك هذاك ما غنسمحوا لك الا غدا يوم لقاء الله. الحجز راه في سميتك، انت بعتي الطوموبيل وفيها حجز، وانت بيع قهوه وبيع عقار، خاصك تخلص دار الضريبه. راه دار الضريبه راه باغا تخلص حتى هي، راه ما يمكنش لك تنصب عليا وتنصب على دار الضريبه. ما بغاش. والسمسار تا هو بغيتو غير يحرك واحد الساكن ولا يقول لهاد السيد اودي لا حشومه عليك خلص هاد الضريبه ولا هادي. السمسار كان ديما متحيز للسيد صاحب السياره، ما عرفت واش مشروك معاه، واش باللغه ديال الناس الحريفيه واش داير فيا شكاله كما نقولوا، واش ما عرفتش. ديما هو متحيز لصاحب السياره، يعني كنعرفوا السمسار كيكون وسيط، كيجي ما بين الشاري وما بين البيع وكيتدخل كما كيقولوا الناس بخيط ابيض. هذا السمسار كان دائما كيتحيز لمول السياره، راه ما عندوش، راه ما بقاتش عنده الفلوس، هادشي راه شغله هو، وهادشي راه كيتحمله هو، وهاد الضريبه راه في سميته هو ماشي في سميتي انا. انا راني شريت من عنده السياره كان ما عندهاش الكارت غريس، كانت عندها غير بطاقه رماديه اللي كتسمى كارت غريس بروفيزوار، شريتها من عنده بوكاله. وهمني هذا السمسار هو اللي كان ضامن، انا ما بغيت نشريها، بقى عليا لا على حسابي ما فيها حتى مشكل. ملي شريتها اول حاجه لقيت فيها حجز بقى في سميت مولاها الاول، مشيت جبت لا مانوفي مولاها الاول خلص، مشيت طلعت حتى الرباط
ضربت العذاب، ضربت تماره، دفعت ليها المالوفي تما، حيدتها من الحجز بسميه مولاها الاول، داز سميه مولاها هذا اللي باع عليا، عاود داز له حجز اخر. دابا انا التجأت للقضاء باش ينصفني، مشيت مع هاد الناس حبيا، قلت لهم اودي حلوا معايا المشكل، راه ما طالب منكم حتى حاجه، ما طالب منكم حتى حاجه. الموتور ما بغيتوش تعاونوا معايا فيه، انا تحملت فيه خساره ديال 60000 درهم او 70000 درهم، وقلت الحمد لله على كل حال، كلشي كيتخلى في التجاره هذه، راه اليوم عندي وغدا عندك. انتوما هاد الحجز راه ما يمكنش ليا نخلصو انا، راه ماشي في سميتي، راه ما بيع لا عقار، ما بيع لا دار، ما بيع حتى حاجه. انا الذنب ديالي انني شريت وعاود بعت، وليت في هذا المشكل هذا، ولا واقع لي هذا الفيلم هذا وهذا المسلسل هذا، واليوم راني جيت وخرجت للاعلام باش نوصل صوتي للناس ونقول لهم كونوا حذرين من مثل هذه السماسريه وهذه الشلهبيه. وراني ما كنعممش، تحيه الناس النزهاء والناس اللي كيخدموا بصدق وبشرف. اما هاد الناس هادو راني ما شفتش بحالهم، راه حنا كنشريو طوموبيلات وكيوقعوا لنا مشاكل ديال الحجز بزاف منها، وكيكونوا فيها مبالغ كبار، والناس كيستاجبوا كيمشيو يسويو مع دار الضريبه وكيجيبوا رفع اليد. هاد الناس راه ما بغاو يديروا معايا حتى حل. كيما كنبغي نوضح للناس اللي كيقول لك لا انت كان عليك تسول ولا كان عليك هادي، راه ما كاينش فين تسول. راه كتمشي لشي اداره كتبغي تسول، كيقول لك ما عندكش حق تسول، ماشي ديالك. كتمشي لاداره الضرائب كتقول لهم عطيوني باش هاد السياره محجوزه، كيقول لك اودي هاد الشيء راه اسرار الناس ما نعطيوكش. انا كنطلب دابا من نارسا باش دير شي بوابه ولا دير شي قانون باش الناس يوليو يعرفوا بان السياره واش عليها حجز ولا ما عليهاش، لان هذا القطاع ديال السيارات راه غير مهيكل. دابا كاين العقار، كاين النوطير كيضمن الحق لك وكيضمن حق الشاري وحق البيع. حنا راه ما كاينش اللي كيضمن لنا حقنا، كنخلصوا طوموبيل، وكاينين سيارات اللي كيكونوا غاليين بمبالغ ماليه باهظه، ما بين 70 مليون 80 مليون، سياره مستعمله وفايت هذا العدد، ولكن ما كاينش اللي كيضمن لك حقك. ملي كيوقع المشكل كتولي انت ضحيه نصب وما كاينش اللي كيعقل عليك. واداره الضرائب كتكون تسال واحد الانسان واحد الحجز على العقار ولا هذه، دير له الحجز على العقار. هاد السياره راها مخلصه الضرائب ديالها، مخلصه الامور ديالها، وكتنوضوا تحجزوا عليها، راه ما عرفناش علاش. حنا كنمشيو ضحيه ديال هاد الشيء، ضحيه ديال هاد الامور اللي كتكون ما بين اداره الضرائب وما بين صاحب السياره، لان السياره كتكون مخلصه الضرائب، مخلصه كل شيء، كيجيب لك مولاها الضرائب، كيجيب لك كل شيء، وفي الاخر كتلقاها محجوزه. وانتم كتسالوا الضريبه على روجيس كوميرس او على عقار باعوا او على فيلا ولا دار ولا مقهى ولا هذه، حجزوا له على الدار. لاش تحجزوا له حنا على السياره؟ ملي نبغيو نبيعوها حنا نلقاو فيها حجز، وكنوليو ما بين اداره الضرائب وما بين السيد مولاها ما باغيش يخلص. حنا دابا التجأنا للقضاء والتجأت بالشكايه ديالي للسيد وكيل الملك اللي معروف عليه النزاهه ومعروف عليه بانه كيخدم بالمعقول، والامور راه عند القضاء وعند المحكمه وعند رجال الدرك، وراهم كيقوموا بالبحث ديالهم مشكورين.